سلام سلام، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بخير. واليوم باذن الله جيت نبارطاجي معكم اول حلوه تقدروا تخبوها للعيد واسهل حلوه تقدروا توجدوها، اللي هي حلوه الفلون. حلوه بزاف قديمه وبزاف تقليديه، يعني كنا نوجدوها من زمان زمان، وتصلح بالكو فاني وبالكو تاع الفراز. هذا ما كان. دونك جيت نبارطاجيها معكم اليوم. انا درت عليها تعديل بسيط. الى اول مره تشوفوني ما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليوا لي جيم وكومونتير، ونروحوا نبداو. اول حاجه راح ندير 200 غرام تاع الزبده في الريسيبيون، تكون الزبده بدرجه حراره المطبخ. نزيد لها ساشي وحده تاع الفلون، انا درت ذوق لافاني. هي المفروض اللي هنا من بعد راح نحتاجو مبشور حبه تاع قارص. انايا ما درتش القارص باسكو راح نعوضو بحاجه واحده اخرى. نزيدوا لهنا نص كاس تاع الزيت، والكاس تاعنا يهز 240 مليلتر. والمكون اللي بدلته انا هو بدلت الكشور تاع القارص بججلانيه تكون محمصه ومرحيه، درت منها زوج مغارف كبار. دونك زدتهم كامل على ضربه واحده، ونقعد نخلط مليح مليح بالباتور ولا بيدي كيما حبيتوا. المهم يخرج لكم خليط كريمي. لهنا راح نبدا نزيد الفارينه، وبزاف اللي سقساوني في الانستغرام ما فيهاش السكر، ما فيهاش الخميره. نو، ما فيهاش الخميره وما فيهاش سكر، مي هكذاك راح تطلع لكم في الفور. دونك ما تزيدوا لا خميره لا سكر. نبدا نزيدوا غير الفارينه بشويه ونلموا العجينه تاعنا. ما داتش مني بزاف العجينه، قيلا دات مني رطل هكاك، يعني 500 غرام قيس نص كيلو. نبقاو نزيدو غير بشويه برك العجينه، ونلمو بلوطو الفانينه تاعنا، ونلمو العجينه. في الاخر راح تخرج لنا عجينه طريه كيما راكم تشوفوا فيها في لا فيديو. لهنا راح نجيب العجينه تاعي ديريكتومون، ما نخليها لا تريح لا والو. نبدا نحلها. اول حاجه راح نحل العجينه تاعي على شكل خربوش كيما راكم تشوفوا بالطول. ما يكونش رقيق بزاف، ما يكونش خشين بزاف. ومن بعد بالموس راح نقيس زوج صباع هكذا بيدي، ونقصهم مقرودات صغار كيما راكم تشوفوا. ما تكبروهمش بزاف وما تخشنوهمش بزاف، بس راح يطلع لكم. شوفوا الحبات قد ما نقص فيهم، من بعد راح نشوفوا كيفاش خرجوا لي بعد ما طيبتهم. دونك رايحين يزيدوا في الحجم تاعهم. نكمل كل شيء بنفس الطريقه. نهز بالحبه، نعدل لها برك الجوانب تاعها الحواشي تاعها باش تخرج لي على شكل مقرودات، ونديرها ديريكتومون في البلاطو. ودارت لي كميه كبيره، يعني دارت لي ما شاء الله. نفس الشيء راح نزيد نكمل العجينه تاعي، نديرهم في البلاطو، ندخلهم الفور. انا شعلت عليهم من تحت، زدت شعلت عليهم من فوق قيس ما يدخلهم الطياب برك، ما تستناوهمش يحماروا. لهنا هما سخونين راح نبدا ندير لهم الكوش الاولى تاع سكري غلاس. نحطهم من جهه، راح تشوفوا هذاك سكري غلاس يولي لكم ترانسبارون. عاودوا ديروا له الكوش الثانيه، ولا كيما درت انايا في الصفايه، حطيت سكري غلاس وغربلت من فوق عليهم حتى نخرجوا لي بهذا الشكل. شوفوا لي كيفاش جاوا، والله غير يجيو يعني بريزونطابل، يجي شكلهم مليح. والبنه تاعهم ما نحكي لكمش. وهكذا تكونوا وجدتوا نوع من انواع حلويات العيد. على بالي بلي كامل تحبوا ديروا الحلويات السامبل في العيد الكبير، وانا ديما ضد مقوله اللي يقولوا بلي العيد الصغير للقش والعيد الكبير للكبش. انا وين جات ندير الكاطو؟ لازم، بس انا ما نتقهواش باللحم، انا نتقهوى بالكاطو. فوالا دونك شوفوا لي كيفاش جات طريه، تجي تهبل وما هيش بوسو ولا تمسو، يعني لا علاقه. دونك جربوا لا غيسات. والا اول مره تشوفوني ما تنساوش تشتركوا في القناه، ونخليكم في امان الله.